الزميل يكلم فينا بالتليفون يجروا لي راه باش نموتوا، رانا باش نموتوا في الدار، فهمتني؟ يا طاغوت ويا كذا ويا كذا، فهمتني؟ الحكايه توصلت لمده ساعه يطلبوا في النجده، ما جتهم حتى سياره نجده، لا من انا ما ثم حتى دوريه امنيه، لا شرطه ولا حرس ولا حتى شيء، ما جاهم حتى دوريه امنيه، فهمت؟ هو هكاك من الطاف الله، معناها استنجدوا بجيرانهم وباقاربهم، معناها باش فضوا المشكله شويه وهدت الحكايه شويه، فهمتني؟ ومازالوا تو معرضين للتهديدات. زميلنا ايمن الغزلاني اليوم نورمالمون يكون موجود معنا لهنا، ماهوش موجود علاش؟ على خاطر خوه امس ماشي للخدمه، عرضوه في محطه كيران، رجع للدار، هرب للدار، عاود رجع للدار، معناها ما مشاش يخدم. هو زاد كيف ما مشاش يخدم، هو اليوم ما جاش يخدم على خاطر كيف زاد خايف لا يتعرضون في الثنيه. معناها الحكايه نقطه استفهام كبيره، الى متى باش نبقوا معناها الواحد خايف باش يجي يخدم، امني باش يجي يخدم، يجي المركز يخدم راح، معناها خايف على روحه وخايف على داره ويعس على داره، معناها يبات فوق السطح يعسوا على دارهم، معناها ما يباتش الليل، معناها ما يرقدش في الليل. فريمون معناها حاجه معناها مؤسفه، معناها شوفوا معناها لوين وصلنا. راهو الحكايه هذيا راهي كما صارت اليوم على ايمن، راهي غدوه باش تصير عليا وباش تصير على زيد وعلى عمر، ولذا الناس الكل لازمنا نوقفوا مع بعضنا، خاصه الموضوع هذا راهو ما سكتش عليه. حكايه كما هكا راهي ما سكتش عليه. هذا ملخص الموضوع. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. اللي كان ثم شكون يحب يعقب على كلامي تفضل. الحل تخلوا هنا ويخدموا فيها هو. هي الحل شنو هو؟ الحل وقف الاستراتيجيه هذه مش الحل شنو؟ اسمعني قانون الارهاب يحكموا به السلفيين، نحكموا بينا قانون الارهاب يحكموا به السلفيين، امور اموال عايشين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نسمع بعضنا شوي. نسمع بعضنا شوي. امام انعدام رؤية سياسية واضحة في المصادقة على قانون مكافحة الارهاب وحماية رجل الامن اثناء تأديته لمهامه وبعد مهامه، كما صرحنا. وانا تهديد هذا نعطيه، راي عائلاتنا خط احمر. انا قلت قبل 3 سنين، قلت في 2011 عائلاتنا خط احمر. اليوم نراو في التهديد يعود واقوى من قبل، تهديد عائلات الزملاء. لا ثم رؤية واضحة في القانون ولا في القيادات اللي موجودة لنجدة الزملاء، تراخي في نجدة الزملاء نراو فيها. معناها زميل اذا ما يحموش اهله ما هوش محمي، ولا يتلبت باش يمشي يخدم. وهذا في ظل زاد التشتت النقابة. التنديد بما يتعرض له عون الامن بصفه عامه من هضم حقوق وسكوت المجتمع المدني عن الاعتداءات السافره من طرف اطراف خاصه منهم السلفيين انتر بارونتيز انصار الشريعه، كما حدث يعني مؤخرا في الكاف. عندنا زميل يتم التهجم عليه في وسط داره من طرف مجموعه سلفيه. الشيء التجا باش يدافع على نفسه، باش مش يدافع على نفسه بسلاح متاح اللي هو عنده بندقية صيد. ما رانا اللي يتم يعني الاذن، احنا لسنا ضد العداله، لكن انه يتم يعني الاذن بايقاف طرف السيد رئيس الجمهوريه. يعني احنا شنو نطالبوا؟ ما حاجه بسيطه الاخ درجه، هو نطالبوا بتفعيل القانون اللي يحمي عون الامن. يودي فما مجتمع مدني وفما اطراف معينه من المجتمع المدني، باش ما نقولش المجتمع المدني الكل، اطراف ضد يعني صدور هذا القانون هذا اللي يحمي عون الامن. احنا فما قانون وقت مش يقع اصداره سيتولى مراقبه تصرفات عون الامن وحمايته في نفس الوقت. ولذا هذه ما فماش يعني مجتمع يصير من غير قانون. القانون هو ينظم العلاقه بين عون الامن والمواطن.
يحمي اخيرا شو معناها انه انسان يجي يهجم عليه في عقر داري في محلي في محل اما الجلسه في بالي سمير هي مش على الحادثه نتاع عون نتاع الكيف، في بالي على الحادثه اللي صارت في القصرين. لا 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 الوقفه هذه بالذات بالفضل هذه دعوه موجوده، تم اصدار دعوه تحت عدد 51/214 بتاريخ 2/9/2014 على اثر الصحافي راهو يعني ما يحاولش باش يحط المستشفى نتاعو في ركن معين ويبدا يحشر فيه، يقول له جاك التعزيز. شو جاء التعزيز؟ شو التعزيز اللي يجي؟ ثم صحافي في قناه معينه ومعروفه يستجوب في احد السلفيين اللي تم الاعتداء، اللي تولى الاعتداء على زميلنا، يقول له اخي جاه التعزيز استعمل سلاحه والفردي يعني باش يضربك، يعود يقول له لا راهو استعمل بندقيه سيف، يقول له سلاحه والفردي يعني يضربك، يقول له جاه التعزيز، يقول له جاه التعزيز جبلاه جاه التعزيز، وكانه يعني يستاذ الماء العكر، يعود يعني احنا مش طالبين لا تكونوا معاي ولا تكونوا معاي، كن محايد، الصحابي راهو يكون محايد راهو في نقل المعلومه. مش كان نرجعوا كما كنا قبل يعني قالوا يعني راهم مشاو يخرجوا في الآثار، يعني الناس تموت وناس يقولوا يخرجوا في الآثار، نفس العملية السيد هذا قام بشيء هذا، احنا راهو نحتفظوا بحق التتبع ضد السيد هذا في اللي يقوم به.